اوعى كده يابا. السلام عليكم. انا جاي اشاهد المطبعة اللي بيحصل معايا جدعان. ماشي بدون ذكر اسماء كده. سماح بنت الحاج شهاب اللي قاعده في الرابع النهارده كانت تكتبها تتمشى معايا 4 سنين في الغردقه مصاريف ولبس ودباديل وحاجات بتطير، وقالت لي عايزه عربيه اهي بطول السنه اهيت يا جدعان. العربيه اهي يا جدعان، العربيه اهي يا شهاب. انت بتسمع مش هسيبك يا سماح. قال لي ده كتير يا راجل اقرا انت يا راجل اقرا. ايه ام سماح؟ ده كفايه ريحه بنتك يا ام سماح، كفايه ريحه بنتك. ابو مين؟ ابو مين يابا؟ بقول لك ايه؟ كده على الله يابا. سماح بنت الحاج شهاب بتستغني، خلتني اريال يا جدعان. يا عريس انت اريال؟ هل انت اريال؟ سماح بنتك كانت ماشيه مع قدام العريس، قدام العريس. كانت قدك شكيتك يا سماح. ايه عربيه ايه يا ستات؟ قلت له بنت خالتي بتركب عربيه ايه؟ بدون السنه ايه؟ بدفع لها انت 6000. بيطلع انا دلوقتي يا راجل اقرا يا انا مطاريني قدامها بتاع السراير. لا بقول لك ايه؟ ده انت بنتك ما بتستحملش يلا. واي حد هيجي انت بقى هيكتب الجواز كتير. يا جدعان سيبوني يا جدعان، انا تعبان يا جدعان. ساعة يا بدري طلع كده الجواز. ولا يا جدعان اي حد هيجي السماح هبوظ لكم الجواز. خلاص يا صاحبي. في 160 جنيه ابو سماح. 160 جنيه كسبوا. خلاص يا ابو سماح. احلى مسا عليك يا ابو سماح. خلاص يا ابو سماح. 160 جنيه علم يا وسخه. خلاص يا باشا خلاص. في بوار يا جدعان، والقهوه كلها شاهده على اللي بيحصل، والرجاله دي شاهده كمان. امين. يلا يا عم اتكل على الله. اي حد الجواز باظ كده ابو سماح كل مره على كده بتتقلب.